لو بتدخل الحمام مرة أو مرتين بس في الأسبوع، ولما تدخل تقعد وقت طويل قوي علشان يحصل إخراج، بطنك دايما منفوخة ومليانة غازات محرجة وريحتها كريهة، ساعات بتحس بألم في الجنبين وأسفل بطنك، فغالبا أنت عندك إمساك مزمن. المشكلة إن أغلب الناس بيعالجوا الإمساك بطريقة غلط، علشان كتير من الناس ما يعرفوش إن الإمساك كذا نوع مش نوع واحد. علشان كده العلاج مش واحد، في الحقيقة في 3 أنواع مختلفة من الإمساك، ولو خدت ملين وخلاص من غير ما تعالج أساس المشكلة ممكن يفضل معاك الإمساك طول حياتك. إيه أعراض الإمساك المزمن؟ إيه ال3 أنواع بتوع الإمساك؟ إيه الفرق بينهم؟ وأفضل الطرق لعلاج الإمساك. أنا دكتور مرسي ودي قناتي طبيب العيلة. هكلمك النهاردة بسرعة عن موضوع الإمساك المزمن. ركز معايا للآخر علشان تستفاد. مريض الإمساك المزمن دوت عنده إيه؟ مريض الإمساك المزمن دايما عنده صعوبة في التبرز، البراز بتاعه صلب ومحجر، عنده دايما انتفاخات وغازات، عنده ألم دايما أسفل البطن، يقعد في الحمام بالساعات علشان يعمل إخراج، ولما يقوم يحس إنه ما فضاش تفضية كاملة، أو يحس إنه مش مبسوط بعد ما يعمل حمام. ساعات إن أنت يبقى عندك إمساك وشعور دايما بالامتلاء يخلي عندك فقدان شهية، مش بتحب تاكل علشان ان انت ما بتخرجش كويس. عايزك تعرف ان الامساك بيحصل لما حركه الامعاء بتبقى بطيئه، البراز يفضل وقت اطول داخل القولون. كل ما البراز يقعد فتره اطول في القولون يسحب منه السوائل اللي فيه، يتحول الى براز صلب وصعب الخروج. تخيل ان الامعاء ديت زي طريق سريع ماشي بسلاسه كده، لو الحركة فيه طبيعية الدنيا تمشي بسهولة، لكن لو الحركة بطيئة يحصل تكدس وتراكم وزحمة، أو تكدس وتراكم وزحمة الفضلات ديت هي اللي بتعمل عندنا الإمساك. في 3 أنواع رئيسية من الإمساك، ولو تجاهلناهم والمشكلة استمرت معانا ممكن يعمل لنا بواسير، يعمل لنا شرخ شرجي، ألم مزمن في البطن، وعدم ارتياح، وغازات وانتفاخات محرجة باستمرار. عشان كده لازم نتعامل مع الإمساك المزمن بدري قوي. النوع الأول من الإمساك هو نوع بيحصل فيه تحجر للبراز. المشكلة بس هنا إن البراز بيكون صلب متكتل متحجر صعب الخروج، وبيسبب ألم أثناء التبرز، وده بيكون بسبب قلة الألياف في الأكل. لو أكلك كله معجنات، مخبوزات، نشويات، مفيش خضار والياف، اكلك مش متنوع مش متوازن، مفيش فواكه، عايش على التيك اواي واكلك كله مكرونه وبانيه. تاني سبب يعمل تكتل البراز ده قله شرب الميه. طب بعض الناس بيشرب ميه كتير بس بيشرب شاي وقهوه اكتر. الحقيقه ان الكافيين مضر للبول اي وبيزود الامساك. لو غيرت النظام الغذائي بتاعك فجاه، زي مثلا تبقى ماشي كويس وبعدين تاخد دايت عالي البروتين، تعمل نوع دايت مختلف شويه، كيتو دايت، اي حاجه من انواع الدايت ده ممكن يعمل لك امساك مؤقت، بيحصل له امساك. العلاج تعديل نمط الحياه هو اول خطوه في علاج الامساك من النوع ده. زود الياف في اكلك كتير، محتاجين من 20 ل 30 جرام يوميا الياف. اشرب كميه كافيه من الميه يوميا، اتحرك كتير، مشي نص ساعه يوميا، ركز على الاطعمه الغنيه بالالياف زي الخيار والكوسه والطماطم والكيوي والتين البرشومي والمجفف. ومن افضل مكملات الالياف اللي اثبتت فعاليتها علميا حاجه اسمها قشور السيليوم، لكنها غاليه شويه. لو ما تحسنتش الحاله بعد تعديل نمط الحياه وتظبيط اكلك، الارشادات الطبيه بتوصي باستخدام الملينات اللي بتسحب الميه من حوالين الفضلات، بتشدها من القولون وتخلي البراز لين وطري. احسنهم الملينات اللي بتحتوي على بولي ايثيلين جلايكول، موجود في حاجات زي الموفي كول والماكروجول، وده بيعمل على سحب الميه للقولون وتخلي البراز طري ولين وسهل التخلص منه. في نوع تاني من الامساك هو اكتر انتشارا بين الناس، نوع الامساك بسبب بطء حركه الامعاء. في الحاله الطبيعيه خلينا متفقين ان حركه البطن لو سريعه تعمل اسهال، لو الحركه طبيعيه بتعمل لك اخراج طبيعي، لو حركه الامعاء بطيئه يحصل امساك. اسباب بطء حركه المعده: لو انت قاعد في البيت ما بتتحركش كتير، ما بتحبش تتمشى ولا تتحرك، طبعا التقدم في السن من ضمن اسباب بطء حركه الامعاء. في بعض الامراض
زي خمول الغده الدرقيه، بعض الادويه زي ادويه برضو الغده الدرقيه، زي ادويه الضغط بتعمل كده، زي بعض المدرات، زي ادويه الامراض العصبيه. الحل المهم للنوع دوت هو اول حاجه تدريب الجسم على ميعاد ثابت لدخول الحمام، زي انك تقعد 5 دقايق الصبح اول ما تصحى من النوم، تقعد في الحمام 5 دقايق او 10 دقايق على الاقل لحد ما يحصل عمايل حمام. ده بيساعد الجسم على انه ينظم حركه الامعاء. طيب، وتتحرك انت كتير وتتمشى، والحاجات ديت لو ما جابتش نتيجه بنكتب لك ادويه بتنشط حركه الامعاء. اسالني عليها في الكومنتات. حاجات فيها مواد فعاله زي البروكال وبرايت، بتعمل على مستقبلات السيروتونين، بتحسن حركيه الامعاء. النوع الثالث معانا من الامساك هو امساك بتاع القولون العصبي. بنعرفه ازاي؟ بتبقى مش دايما عندك امساك، بتبقى عندك ايام امساك، ايام اسهال، مع بقيه اعراض القولون العصبي اللي هي تقلصات وغازات وانتفاخات وكده. امتى نقلق او نروح للدكتور حالا؟ لو الامساك استمر اكتر من اسبوعين، او بقى في دم في البراز، فقدان وزن ملحوظ وغير مبرر، لقيت معاك انيميا ناقصه حديد مع الامساك، وبالذات لو سنك فوق ال50، لازم تستشير الطبيب المعالج فورا. عامل لك فيديو عن افضل اطعمه بتعالج الامساك بسرعه، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وان عجبك الفيديو اعمل له شير لغيرك علشان شيرك بيفيد غيرك. الامساك ممكن يكون حاجه بسيطه جدا، وممكن برضه يكون حاجه معقده جدا. لازم تعرف انت انه نوع من انواع الامساك اللي احنا قلنا عليها علشان تعرف تعالجه كويس. لو محتاج اي حاجه تخص الفيديو او محتاجني انا شخصيا، اكتب لي في التعليقات وهسيب لك ارقام التواصل معايا. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.